اقترب موعد الفراق يا رمضان، أنت ستعود ولكن هل سنعود معك؟ اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اجعلنا ممن رحمتهم وغفرت لهم وأعتقت رقابهم من النار. اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا وكل من لهم حق علينا من النار، اللهم آمين يا رب العالمين. لعلها ليلة القدر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أطباق الندى. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم بسكوت السابليه الجميل ده اللي انتوا شايفينه، وهيبقى مقرمش وناعم معاكم في نفس الوقت. هقول لكم ازاي، بس تتابعوا المقادير بالظبط. هنقول بسم الله. انا عندي هنا كيلو دقيق نخلاه، لازم تكون النخله دي ذره ملح، اي معجنات فيها ملح، كوبايتين سكر منخول، 400 جرام زبده، معلقتين كاكاو، وهحط على الزبده معلقتين سمنه كمان. الزبده هتقرمش معاكي البسكوته، والسمنه هتخليها ناعمه ودايبه معاكي. معلقتين كاكاو عشان انا هعمل اكتر من نص المقدار بالكاكاو، ولادي بيحبوا اللي هو الشوكولاته اكتر. لو هتعملي نصين يبقى معلقه كاكاو خام واحده. بيضتين كاملين. كوبايه دقيق انا حطاها زياده عشان لو احتجت دقيق، طبعا انا ركناها لوحدها. وعندي الفانيليا. اول حاجه هحط الفانيليا على البيض كده بسم الله، واحط ذره الملح على الدقيق، وهنخلها على الدقيق برضو، يمكن تكون خشنة ولا حاجة. كده تمام. هركن بقى كل المقادير اللي انا مش هستخدمها دلوقتي. انا بحطش بيكنج باودر، انا عندي البيض ماده رافعه كفايه، مش عايزه بيكنج باودر عشان البسكوته ما تبقاش عاليه معاكي قوي. هجيب العجان بتاعي او بالمضرب اليدوي الموجود عندك. الزبده بدرجه حراره المطبخ مش بدرجه حراره التلاجة. اهم حاجه عندي البوله او الحله اللي هتعجني فيها تكون ناشفه تماما كده، بفوطه بتنشفيها تاني زي ما انتم شايفين كده. هنزل اول حاجه كده بسم الله بالسكر. انا بنزل بالسكر قبل الزبده او السمنه عشان السكر ما ينطورش مني. هنزل عليها بقى كده بسم الله بالمعلقتين السمنه و400 جرام الزبده، وهضربهم بقى مش اقل من 10 دقايق. ومن وقت للتاني بوقف العجان والم الجناب والم الحروف واجيب من تحت، بيبقى السكر ساعات تحت. على فكرة أنا حاجة العيد دي كلها أنا مش جايباها مرة واحدة. يعني أنا الشوكولاتة كنت جايباها قبل رمضان، الدقيق بس اللي جايباه تقريبا، يعني قبل ما ابتدي في الحاجة. السمسم كنت جايباه من الأول. ايه تاني، اللهم صل على النبي، الكاكاو كان عندي من الأول. ما تجيبيش الحاجة كلها مرة واحدة لأنك هتحسي إن الحاجة مكلفة جدا، ومش هتقدري تجيبيها وهتكسلي تعملي. فأنت ممكن كل ما تنزلي ويبقى فاضل معاكي مثلا مبلغ تجيبي بيه حاجة وتركنيها. القطاعات مثلا أنا كنت كل سنة أجيب حاجة. في الصنبات كده هوريها لكم برضو. أنا كنت جايبة السنة اللي فاتت 6، والسنة دي كل منزل كنت بجيب 3 في 3 لغاية ما بقوا 15 عندي. فلما بتجيبي الحاجة واحدة واحدة كده ما بتحسيش ان الحاجة اتكبست عليكي او حسيتي ان الحاجة غالية او مش هتقدري تعمليها. بتحسي ان كل حاجة عندك. يعني انا بالنسبة لي لما نزلت جبت الدقيق، وجبت اللهم صل على النبي، وجبت الملبن والعجوة. بس انا بقيت الحاجة كلها كانت عندي في الشقة من قبل رمضان. انا كده خلصت السكر مع السمنة نعموا تماما، ونزلت عليهم بالبيضتين واحدة واحدة زي ما انتم شفتوا. وبعد ما البيض اختفى، ما بتنزليش بالبيضه التانية الا لما البيضه الاولانيه تختفي تماما. بعد كده انا خدت معلقه زي ما انتم شايفين كده بالاسباتيولا، ركنتها. دي هقول لكم هعمل بيها ايه. حطيت بقى جزء من الدقيق على ال على ال على المكونات بتاعتي، وبعد كده وقفت العجان عشان ما اجهدهاش برضو، وابتديت بقى انزل بالدقيق حبه حبه كده، وهكمل عجن على ايدي. البسكوتات كلها او المعجنات معظمها اللي فيها زبده بتبقى عايزه مش عايزه، يعني مش عايزه ان انت تعجنيها يبقى فيها عرق وهتمط معاكي وهتضايقك وانت بتشتغلي فيها. يا دوبك بتلمي بايدك كده زي ما انت شايفه. اتاكد بس ان هي ما بقتش تلزق في ايدي، ما تديهاش دقيق زياده. انا فضل عندي حوالي نص كوبايه دقيق، ما استعملتش الكيلو كله لان الدقيق طبعا عندنا مش زي بعضه، بيبقى انواع. هاخد بقى حوالي ربع العجينه او اكتر شويه. دي هشكلها بالفانيليا لان انا عندي الولاد بيحبوا الشوكولاتات اكتر. المعلقه بقى اللي كنت شايلاها هنزل بيها على باقي العجين عشان اعجن معاها الكاكاو. انا شلت المعلقه دي اللي كنت قايله لكم عليها علشان ما احطش الكاكاو لوحده فالعجينه تنشف مني، او ارجع ازود سمنه او ازود لبن او ازود اي حاجه وابوظ معايا المقادير. لا، هو نفس الخليط اللي انا عاملاه، شلت منه المعلقه، عجنت بيه الكاكاو مع بقيه العجينه. هريحها بقى في التلاجة على رف التلاجة حوالي 10 دقايق، على ما اروق الترابيزه بتاعتي وانضفها عشان اشتغل عليها على نظافه. الم حاجتي واغسل الحله بتاعتي العجان وكده. 10 دقايق مش اكتر من كده. بفردها كده عشان تاخد يعني اكبر مساحة منها، تاخد كمية من البرودة من التلاجة. وهفرد برضو اللي هي البيضة زيها كده، هحطهم بقى على رف التلاجة
لو الجو حر عن كده انا كنت بطلع، لما كان الجو بيبقى حر قوي كنت بطلع جزء جزء واشيل الباقي في التلاجة تاني. دي الاستنباط اللي قلت لكم عليهم، انا كنت شاريه 6، كانت الواحده ب2 او ب2.5، وبقيت كل منزل اشتري بقى 3 في 3. والقطاعات دي انا مش جايباها مره واحده، برضو جايبه البلاستيك في سنه، وجايبه اللي هم الستانلس في سنه تانية خالص. طلعتهم بقى من التلاجة بعد ما روقت اللي ورايا كله. هبتدي اخد جزء جزء، بكون فاتحه كيسين تلاجة، بحط كيس تحت والكيس التاني بفرد عليه. هبتدي بقى افردها كده بسم الله، بضغط بايدي بس ضغطه بسيطه كده، وبعد كده بالنشابه باخد من جوه على بره عشان تبقى كلها ارتفاع واحد، ما تجيش من بره على جوه، هتلاقي الحته اللي في النص تخنت وبقت مكلكعه معاكي كده مش حلوه. من جوه على بره كده. عايزاها بحوالي سمك 2 ملي مش اكتر من كده، يعني ما تخليهاش نص سنتي هتبقى عاليه قوي. 2 ملي 3 ملي بالكتير. وانا مقطعها هوريكم برضو حجمها قد ايه. هقطعها بقى كلها بالقطعات اللي انت عايزاها، تشكليها زي ما انت عايزه. طبعا فرني على درجه حراره 180. طبعا انا كنت عايزه اعمل جزء مفتح كده، فما كانش عندي حاجه افتح بيها. ده قمع من الاقماع بتاع كيس الحلواني، فتحت بيه كده جزء زي ما انتم شايفين. ده حجمها اللي انا عايزاه. بعد بقى ما مليت الصاج بتاعي هعمل 1 2 3 بالفانيليا عشان اعرف ان هو استوى. الكاكاو طبعا احنا بنبقى مش عارفين استوى ازاي، لانه كده كده لونه غامق. فبتعملي 1 أو 2، لو ما عندكيش الاستنباط دي عادي بتفردي 1 2 3. بتحطيهم كده في الصاج، لما تلاقي لونهم بقى ذهبي، لون الحروف بقى ذهبي، تعرفي ان هو استوى وبتطلعيه. الصاجات دي بصراحة معايا يعني زي ما بيقولوا الجندي المجهول كده. انا بعمل بيها من اول حاجتي لغاية اخر حاجتي. زي ما انتم شايفين كده انا طلعت الصاج، الحروف بتاعت اللي هم اللي بالابيض لونهم ذهبي كده. هسيبه بقى حوالي 10 دقايق يهدى. بس بتقلبي كده البتاعة بتتقلب معاكي على طول الاستنباط دي، او لو ما خرجتش بتخبطي بصباعك كده خبطة بسيطة بيتفكك معاكي على طول. في صينية بقى بفرد كيس تلاجة وبرصهم كده. انا ما ببتديش اشكل ولا اسكر ولا اعمل اي حاجة غير تاني يوم اما اتاكد ان برد خالص. هنا بقى عندي دي المربات بتاعتي اللي انا عاملاها معاكم، مربة التين ومربة المشمش ومربة الحليب وبارين الشوكولاتة. دول كانوا عندي والله تقريبا من شهر 2 شايلاهم في التلاجة وما كنتش استحملتهم. جبت اطباق استانلس لان السنه اللي فاتت برضو البوله الازاز سقط مني، فانا ما رضيتش اعمل في بولات ازاز السنه دي. هكسر بقى كده الشوكولاته واحط، هحط حلتين على البوتاجاز، هحط فيهم ميه. انا مش عايزه الميه توصل للطبق، الميه تبقى تحت يعني ما تمليش الحله قوي. حطي فيها نص ليمونه او معلقه خل عشان الحله ما تغمقش منك. انا بكسر الشوكولاته كده عشان اساعدها ان هي تدوب معايا بسرعه او تسيح معايا بسرعه. هاخد بقى من المربات كده كل واحده هاخد منها حبه، على اساس ان انا ما احطش كتير وارميها حبات كده، ولو خلصت يبقى حطي حبه تاني. دي مربة الفراوله ودي مربة المشمش. حبات كده من المربى، خدي يعني خدي جزء جزء، ولما تخلص حطي حبه تاني. هنزل بيها كده بسم الله. يعني انت بتجهزي حاجتك كلها مره واحده وتقعدي بقى ايه تشكلي براحتك، ما تفضليش رايحه جايه تجيبي في حاجه وتحطي حاجه. دي مربة الحليب بتاعتي. طبعا مربة الحليب اتقل شويه عشان تمسك في البسكوته. لو المربى بتاعتك بقى تقيله هقول لكم طبعا ده الشوكولاته البيضاء. بعد ما ساحت معايا حطيت عليها معلقه زيت واحده، ودي الشوكولاته الدارك حطيت عليها معلقتين لان الشوكولاته الدارك عندي عامله البار كله. الشوكولاته البيضاء كنت عامله نص البار بس، لان زي ما قلت لكم احنا حابين الشوكولاتات اكتر. الشوكولاته بيبقى قوامها كده زي ما انتم شايفين. وهبتدي بقى اشكل كده بسم الله واحده واحده. اسفه. عايزه اقول لكم بقى لو المربى بتاعتك انت مش عاملاها شاريها من بره ولقيتيها تقيله، بتحطي لها معلقتين ميه دافيه وترفعيها على النار شويه كده هتخف معاكي. او لو لقيتي فيها قطع المربى اللي هي فيها القطع دي بتضربيها بالهاند بلندر او تستبعدي القطع برضو. ولو لقيتيها برضو تقيله بتروحي تدوبيها بمعلقتين ميه دافيه زي ما قلت لك. تبتدي بقى تشكلي، تحطي المربات اللي بتحبيها.
ما تكتريش المربى كتير. انا اول واحدتين دول كانت المربى فيهم على فكره كتير، وقللت شلت منها بعد كده بالمعلقه. هبتدي انزل في الشوكولاته كده بسم الله، وتنطري كده البسكوته مرتين ثلاثه عشان ما يبقاش عليها قطع شوكولاته زياده. وبتحطيها على ورقه زبده او ورقه من كشكول او حاجه، ورقه بيضه بس نظيفه. بتحطيها بقى زي ما انت شايفه كده. هحطها في التلاجة في الفريزر حوالي 5 دقايق او 4 دقايق. لو هتحطيها على رف التلاجة هتقعد اكتر من 10 دقايق عشان الشوكولاته تمسك معايا. بالمعلقه بتاعتك بقى على البسكوتات كده اللي هي بالشوكولاته الغامقه او الدارك، بال بالشوكولاته البيضاء، بتعملي بحرف المعلقه كده. وطبعا برضو على البسكوتات اللي بالشوكولاته البيضاء هتحطي ترشرشي عليها بالشوكولاته الدارك. طبعا التزويق ده اصلا بيبقى كل واحد حسب ما بيحب وكل واحد حسب ذوقه. دي شكل البسكوتات بتاعتي بعد ما خلصتها. بتمنى ان شاء الله ان طريقتي في بسكوت السابليك تكون عجبتكم، وبألف هنا.